فيلم النهارده هو واحد من اكتر الافلام المميزه بالنسبه لي على الصعيد الشخصي، انه بيحكي قصه بطل جاء من الحضيض حرفيا، مقاتل شرس فقير نفسه حقق حلمه وعافر لحد ما قدر يقرب من تحقيقه بالفعل، ولكنه وقع في حب بنت غنيه غيرت حياته للابد. فعشان كده دوس لايك دلوقتي للفيديو واشترك في القناه حالا مالا فعلا، ويلا بينا نستمتع بملخص الفيلم الجامد جدا. بيبدا فيلمنا في قتال بطوله MMA. المعلق بينادي على المتبارين في الماتش النهائي اللي بيكون بين بطل امريكا وبطل الهند، ولكن بطل الهند مش بيكون موجود، ده لانه بيجري ورا عربيه باسرع ما عنده بيحاول يلحقها. طب يا ترى ايه اللي خلاها يجري ورا العربيه واللي عاوز يلحقها؟ ومن البنت اللي فيها دي؟ هو ده اللي هنعرفه لما نرجع للماضي ونشوف لايجر وامه راكبين في صندوق عربيه رايحين لشغلهم، ولما بينصبوا الفرشه بتاعتهم بيجي لهم راجل بيقول لهم ادفعوا فلوس ايجار المكان ده والا هكسر لكم عربيه الشاي بتاعتكم. فالام بتقول له انت فاكر انك ورثت المكان ده عن امك؟ عارف لو ما مشيتش من هنا انا هحط مسحوق الفلفل في حته كده مش هتعجبك. بسبب يروح للايجر بيقول له انا اسمي معنيش، اسمع الكلام بدل ما اخليك توحش امك. في الوقت ده بيشوفوا رجاله عصابه بيجروا ورا راجل اسمه علي، بيكونوا خلاص هيخلصوا عليه، ولكن لايجر بيدخل وبنشوف قوه مفيش منها، بيضرب رجاله العصابه واحد ورا التاني، حتى لما بيستخدموا الاسلحه البيضاء قصاده بيقدر انه يتصدى لهم بسهوله. بيكمل ضرب فيهم لحد ما بيحاصروه، وامه بتحدف له عصايه زين بيقدر انه يدافع بيها عن نفسه، وبنفهم ان امه مش مجرد ست عاديه كده وخلاص، لا دي شرسه وبتعلم ابنها الرجوله وبتساعده كمان انه يدافع عن نفسه. لما بيتكتروا على لايجر بيلاقي ان الحل هو انه يطلع على السلم بحيث يقدر يزنقهم في مكان ضيق ويتغلب على عمل العدد. لايجر بينجح انه يوقعهم من فوق واحد ورا التاني، وامه بتاخد ازازه تحدفها له فوق عشان يكسرها على دماغهم ويعلمهم الادب، وبالفعل هذا ما حدث عزيزي المشاهد، ولايجر قدر يرصهم كلهم جنب بعض رصه مكسرات على قلب صينيه هريسه. بعد ما بتخلص المعركه بنجاح بانتصار لايجر، علي بيحاول يشكره وبيساله عرفني اسمك ايه؟ انت انقذت حياتي وانا مش همشي من هنا غير لما اعرف اسمك. فلايجر الساكت من اول الفيلم بيحاول يتكلم لكنه بيكون متلعثم ولسانه تقيل. الراجل بيقول يا الهي انا هقدر اقول للناس ازاي ان اللي انقذني متلعثم، وبيسخر منه بيقول للحضور يلا بينا سقفوا له عشان يتكلم، ولايجر بيمسكه بيقول له اياك تسخر مني، يلا امشي من هنا والا خلص عليك. والراجل اللي كان عاوز يدافع لايجر وامه ارضيه وايتاوا بقى بيدافع عنه. بعدها بيسال لايجر وامه ايه اللي جابكم من بلدكم للعاصمه هنا، وبنشوف لايجر وامه في مكان تعليم فنون قتاليه. جامباث بيساله انت بتعمل ايه هنا؟ فلايجر بيحاول يتكلم ولكنه بيتلعثم برضه، وجامباث بيتريق عليه فلايجر بيشتمه. في الوقت ده المعلم كريس بيسال مين اللي هنا جامباث. بنشوف لايجر وامه بعد كده قاعدين مع المعلم، ام لايجر بتقول له احنا سيبنا بلدنا وجينا هنا عشان عاوزه اشوف ابني بطل فنون قتاليه مختلطه. ولما بيسال لايجر عن اسمه لايجر بيتلعثم وبيقول له لايجر. المعلم بيقول له قصدك تايجر؟ فامه بترد عليه بتقول له لا لايجر، سميناه لايجر لانه اتولد لاسد ونمره وعشان كده خلينا الاسم بيجمع بين اللاين والتايجر. المعلم بيقول لهم طب انزلوا ادفعوا الاشتراك. الام بتقول له ما احنا مش معانا فلوس وعايزينك تمرنوا مجانا. المعلم بيقول لها شكرا انا مش بشتغل ببلاش يا هانم. فالام بتقول له فاكر بطوله MMA الوطنيه سنه 2004 كانت اول مباراه تخسرها في حياتك لما هزمك البطل برلام بالضربه القاضيه. بلرام الملقب بالاسد ده يبقى زوجي لما صعد للنهائي اتوفى اثناء المباراه لانه رفض الاستسلام، ودلوقتي انا عاوز ابني يحقق حلمه ويعمل اللي ابوه الاسد ما قدرش يعمله. والمعلم لما عرف ان لايجر يبقى ابن الاسد البطل ساله انت بتشوف نفسك ايه لما بتبص في المرايه؟ فلايجر قال له مقاتل، دي الكلمه الوحيده اللي بقدر اقولها من غير ما اتلعثم، انا مقاتل واسمي لايجر. المعلم بيقول له تعجبني ثقتك يا لايجر، انا وافق تتمرن معايا ولكنك تشتغل عندي الاول عشان اختبرك ولازم تلتزم بالقواعد بتاعتي. القاعده الاولى ركز ما تخليش حاجه تشتتك، القاعده الثانيه ابعد عن البنات دول شياطين هياخدوا صحتك وتفكيرك. بتمر الايام ولايجر بيشتغل في تنظيف الصاله الرياضيه بتاعت المعلم، وكمان بيستمر في شغله مع امه على عربيه الشاي. وبيجي يوم وهو بينظف الارضيات جامباث بينادى عليه بيقول له مين اللي على التيشيرت بتاعك ده؟ فلايجر بيقول له ده مايك تايسون سيد فنون القتال. بيسخروا منه بيروح له شانكر بيكبه ماء على الارض، بيقول له نظفها ولكن بالتيشيرت بتاعك. بيمد له رجله ولايجر بيلف وبيوقع على الارض وبيشتموا من غير صوت، بيقول لهم امكم واللي جابتها. بيروحوا له كلهم وجامباث بيقول له احنا هنعلمك الادب يا ولد. لايجر بيقول له ابعد عني بدل ما انا اللي هعلمك الادب. ولما جامباث بيساله هتعمل ايه يعني؟ لايجر بيكلمه بلغه الاشاره بيقول له صباعك ده هقطعه لك من جذوره وعينيك الجوز هخلعهم من مكانهم والعب بيهم بلي على الارض. جامباث بيكون لسه هيضربه ولكن المعلم بيظهر بيسال لايجر انت شتمته قلت له ايه؟ ولايجر شجاع قال له استخدمت اسم ام اخته يا معلمي. المعلم بيخليهم يمشوا بيقول للايجر لازم تحافظ على ثقتك، ما ينفعش تخليهم يستفزوك ويسيطر على اعصابك. وفي اليوم التالي والمعلم بيجري مع طلابه بيقابل طلاب المعلم سانجو، وجامباث بيشاور لهم باشاره مش تمام خالص. بتحصل معركه بسبب اللي حصل بين طلاب المعلمين، والمعلم كريس بيسلكوا من بعض. سانجو بيقول
المعلم بيكون عندي رغبة اضربك لما اشوفك. والمعلم بيقول له هو ده اللي بتعلمه لطلابك؟ دي مش اخلاق الفنون القتالية. سانجي بيكون لسه هيمد ايده على المعلم، فلايجر بيمد ايده بيقول له معلمي اوعى تفكر تلمسه. سانجي بيقول له انت اتجننت ما تعرفش انا مين. ولايجر بيمسكه من رقبته وبيخنقه اكتر. المعلم بيقدر انه يفصلهم عن بعض وبياخد طلبه ويمشي. على جانب تاني بنروح لتانيا البنوتة الجميلة المهووسة بالسوشيال ميديا والشهرة والمتابعين. بتقول لصاحبتها انا عاوزة افكار اقدر ازود بيها المتابعين بتوعي. وصاحبتها صحبة السوق بيقول لها لو عايزة تزودي المتابعين بتوعك لازم تملطي. في الوقت ده لايجر بيدخل نفس الكافيه يطلب سبانيش دوبل لاتيه اسبريسو. تانيا بتشوفه بتشبه عليه، بتقول لاصحابها الوش ده انا شفته قبل كده. بتفتكر هو مين فبتروح له بتقول له هاي انت انا اعرفك كويس، انت دايما بتعلق لي تعليقات سلبيه على الصور والفيديوهات بتاعتي. بقى انا شكلي وحش ومش حلوه؟ لا يا صاحبي انا جميله ومثاليه وزي القمر اهو. عارف لو علقت تعليق سلبي تاني انا هخلع عينك من مكانها. فلو سمحتوا انتوا كمان اعزائي المشاهدين علقوا لي في قسم التعليقات وعرفوني رايكم في الفيديو ويا ريت تشتركوا في القناه. تانيا بتشوف العلامه على التيشيرت بتقول له انت من طلاب المعلم كريس، انا اخت سانجو عدو المعلم بتاعك وممكن اخليه يقطعك حتت. فلايجر بيمسكها من رقبتها زي ما عمل مع اخوها بيزقها بعيد وبيرجع للصاله بتاعته. واثناء ما هو بينظف بتنادي عليه بتقول له تعالى يلا عشان اخلي ديك توحشك. بيروح لها ولكن المعلم بينادي عليه بيقول له تعالى يا لايجر. بيسالوا الطلاب بتوعه مين هيضربه. سانجو بيقول له سيبني انا يا معلمي. فالاخير بيخلي شانكر هو اللي ينزل له. المعلم بيقول للايجر اوعى تهاجمه صده بس من غير ما تضربه. بينزل شانكر عشان يضربه وتانيا بتدخل تتفرج على لايجر. والاخير بينجح انه يصد شانكر ويهزمه بضربه واحده بس. والمعلم بينزل له تاني المره دي. لايجر بيقدر يخليهم يضربوا بعض من غير ما يوجه لهم اي ضربه وبينتصر عليهم. المعلم بينزل له 4. لايجر بيصدهم كالعاده، بيطير الاولاني وبيلف التاني في الهواء، بيوقع الثالث والرابع بيشقلبه وبيكسروا ظهره. الوقت ده المعلم بيقول له جامباث يلا انزل انت لايجر. جامباث في البدايه بيكون خايف وبيمد له ايده يسلم عليه، فبيخضعه وبيضربه ولايجر ثابت ما تهزش من مكانه. المعلم بيقول لايجر ها دلوقتي تقدر تضربه. ولايجر بيضربه بالطريقه الصح وبيطيره في الهواء. والمره دي كل الطلبه بيهاجموا لايجر فبيقدر انه يتصدى لهم كلهم كما هي العاده. وتانيا بره منبهره بلايجر لدرجه انها اعجبت بيه خلاص. لايجر نازل في زمايله هوبا دب طخ وبيطبق عليهم كل اللي اتعلموه في الفنون القتاليه. وفي النهايه زمايله سقفوا له وتانيا كمان شاورت له برافو. بعدها المعلم اتصل بام لايجر قال لها ابنك قوي وشجاع وعنده امكانيات كتيره، لما بشوفه بيقاتل بفتكر ابو الاسد. انا خلاص هبدا ادربه بشكل رسمي. اطلبي منه بس انه يركز. الام بتفرح وبتدخل البيت تفرح ابنها وبتقول له ركز واياك تقرب منك بنت شيطانه. في الوقت ده شيطانه بتجيله لحد البيت. امه بتقول له شيطانه في البدايه هتجيلك في صوره ملاك وتفضل تقرب منك لحد ما توقعك في الفخ وبعد كده هتظهر على حقيقتها. البنت شيطانه بتلبس قصير وبتحط مساحيق تجميل عشان تظهر براءتها وتوقعك في حبها. هتحاول تتودد اليك لحد ما تدخل البيت ومجرد ما تدخل بيتك هتدمره فورا يا لايجر. ولايجر عشان بيسمع نصيحه امه بيسيبها وبيخرج للشيطانه اللي بدورها بتقول له انا من اول ما شفتك وانا وقعت في حبك يا لايجر، انت ازاي شاب قوي كده وشجاع، يا ريتني ما عملتكش وحش من البدايه. وبتاخد منه الموبايل بتاعه عشان تديله رقمها. وكل ده وامه لسه بتتكلم معاه وبتاكد له انه لازم يبعد عن الشيطانه. والشيطانه بتكون بره حضن دراعه بتشده عشان تاكد له انها بتحبه رسميه فهميه نظميه. ومن هنا بتتطور علاقه لايجر وتانيا، العلاقه اللي لايجر ما تكلمش فيها كتير عزيزي المشاهد وركز في الحته دي كويس. ولو وصلت لحد هنا يا ريت تدوس لايك وتشترك في القناه وتسيب لي تعليق انك وصلت للحته دي. وبكده يكون انتهى الفصل الاول من الفيلم واللي كان عباره عن رحله صعود لايجر من الحضيض لحد وصوله لبدايه طريق تحقيق حلمه، بالاضافه لوجود بنت في حياته بتحبه وبيحبها. الفصل الثاني بقى بيبدا بالمعلم وهو بيسال الطلبه بتوعه مين هو بروسلي، اللي بيقول له مقاتل واللي بيقول له ممثل، بينما لايجر بيقول له فيلسوف. والمعلم بيقول له معك حق يا لايجر لان فنون القتال فلسفه قبل ما تكون تكسير عظام وخلاص. فاهمني كويس يا تلاميذي ولا لا؟ والطلبه بيقولوا له نعم يا معلمي ما عدا لايجر اللي بيتلعثم في الكلام. المعلم بيقول له مش مهم تكون بطيء في الكلام يا لايجر، المهم تكون سريع في القتال. على جانب تاني الام بتكون بتصلي في المعبد، بتشوف تانيا وهي متحجبه وبتصلي وظاهره على انها بنوته متدينه. الام بتفرح بيها جدا وبتقول لها انا اتمنى بنت زيك لابني، ما عادش في بنات بتصلي كده. وتاني بتقول لها لا يا طنط انت فهمتيني غلط خالص، انا بصور فيديو تيك توك عشان المتابعين مش اكتر. فالام بتغضب وبتقول لها وانا اللي كنت فاكراكي مؤدبه طلعتي شيطانه من الشياطين، انا كنت بتمناكي لابني ولكن دلوقتي اتمنى انه يبعد عنك وعن امثالك. تانية بتشتمها وبتقول لها بتقولي ايه يا ست متخلفه انت. الام بتقول لها انت مش متربيه، بتكون عاوزه تضربها. هنا بيجي لايجر وبيتفاجئ ان امه بتتخانق مع تانية، وتانية لما بتعرف ان ام لايجر بتحاول تتاسف لها، وام لايجر بتقول له اوعدني يا ابني ما تتجوزش شيطانه زي دي ابدا. وبعدين بيسيبوها يمشوا. بعد كده بنشوف لايجر قاعد مع اصحابه في الحلبه. جامباث بيقول له يا ابن الذين ازاي قدرت تعمل كده، وشنكر بيقول له سانجو الكلب مش بيعاملنا كويس، دلوقتي في واحد مننا مصاحب اخته وهنكسر عينه. سانجي بيقول للايجر ايوه يا ابسط نفسك
نفسك واستمتع بوقتك معاها. لايجر بيحاول يتكلم بيسألوه طيب انت عرفت توقعها في حبك ازاي وانت متلعثم كده؟ طيب هي عارفة انك متلعثم اساسا؟ ولايجر بيقول لهم لا ما اعرفش. ثانية بتتصل بلايجر وبتعرفوا ان في حفلة بالليل ولازم يحضرها. فجنباث بيرد عليها وبيقلد صوت لايجر بيقول لها حاضر احنا جايين الحفلة. في الحفلة لايجر بيروح هو وجنباث. الاخير بيروح الحمام بيشوف سانجو وطلابه فبيرجع يقول للايجر ولايجر بياخده يدخل الحمام وبيفضل مستنه صاحبه لحد ما يخلص. سانجو بيشوفه بيقول له طلابه المعلم الفقير بيعملوا ايه هنا؟ فجنباث بياخد صاحبه وبيمشوا بيقول له ما ينفعش نتعارك معاهم دلوقتي لانهم كتير جدا. لايجر بيقابل حبيبته تانية وبدورها بترحب بيه بتقول له حبيبي فينك انت وحشتني. واضح انها سكرانه ما دريانه مش شايفه قدامها ولا حاجه. لايجر بياخدها على جنب بيسالها انت عارفه اني متلعثم؟ وبدورها بتقول له طبعا ده اللي حببني فيك اساسا، بالاضافه الى اني بحثت عن اللي اسمهم لايجر زيك على جوجل ولقيت ان في 100 بس في العالم اسمهم كده وانت لايجر الوحيد اللي في الهند. تانية قالت له ممكن تقول لي اسم كده؟ ففضل يقول لها تاي تانيا وهي كانت مبسوطه جدا انه متلعثم وبتقول له انت سو كيوت. واحد من رجاله سانجو بيقول له الحق اختك قاعده مع واحد، ولما بيروح يدور عليها مش بيلاقيها واصحابها بيداروا عليها. تاني يوم سانجو بيصحي اخته من النوم وبيسالها ايه الفيديو اللي انت نشرتيه على النت ده؟ وفرجها فيديو وهي بتقول انها بتحب واحد من طلاب المعلم كريس وكمان سند على كتفه. سانجو بيقول لها امبارح كان في 2 من طلاب المعلم كريس وهم لايجر وجنباث، جاوبيني بصراحه هو مين والا هخلص عليكي. وتاني عشان خايفه على لايجر قالت اسم جنباث وسانجو بعت رجالته عشان يعملوا معها جنباث الدنيئه. وبنشوف جنباث بعدها وهو مع اصحابه وحالته يرثى لها مضروب ومتخرشم على الاخر. وتانية بتتصل بلايجر بتقول له انا عرفت اخويا ان جنباث هو اللي كان معايا فحذر صاحبك بقى، ولكن زي ما انت واخد بالك كده فات الاوان عزيزي المشاهد. لايجر بيشوف رجاله سانجو معاهم في القطر فبيروح لهم بيطلب منهم يلعبوا معاه لعبه الشجاعه. بيكون في راجل واقف في القطر بيقول لهم ما يلا يا رجاله العبوا خلينا نتبسط. بيقوم واحد يلعب مع لايجر وكل واحد بيوجه قلم للتاني لحد ما لايجر بيوجه له قلم بيوقعه من طوله. الراجل بيسالهم هي ايه اللعبه الغريبه دي؟ افتكرتكم هتلعبوا لعبه عاديه. لايجر بيدخل على التاني وبيتبادل مع الضربات، ضربه في الثانيه في الثالثه، وعلى عكس العدو اللي بيتألم لايجر كان مستمتع باللعبه الاخر فبيسحب الحزام وبيوجه له الضربه الاخيره وبيوقع الولد من طوله. وبعدين بتحصل معركه بين لايجر ورجاله سانجو لحد ما الراجل بيتدخل وبيقول لهم انا ضابط شرطه كفايه لعبه لحد كده، وبعدين انت ايها الشاب المتلعثم شكلها خطير جدا وهتيجي كلكم معايا الاسم عشان اعمل محضر ابن فجره باللي حصل. بعد كده بنشوف المعلم وهو بيضرب تلاميذه بيقول لهم بقى انا ادخل الاسم بسببكم يا شويه حشرات. بعد ما بيعلمهم الادب بيخليهم يمشوا كلهم عدا لايجر، بيهزقوا بيقول له انت مش زي ابوك خالص، ولايجر بيغضب ويمسكه من رقبته. المعلم بيقول له هو ده الغضب اللي انا عاوزه. وبعدين بيضربه بالعصايه بيقول له بطوله المنتخب الوطني قربت وانت بتقرب للبنات، عرفني ايه هو اسم البنت. بعدها بنشوف الام وهي بتقول له اسمها تانية بقى اللي بتحبها يا لايجر، انا مش حذرتك من انك تقرب للبنات يا ولدي. بتاخده عنده صوره مايك تايسون وبتساله انت حطيت صورته هنا ليه؟ ولايجر بيقول لها لان ده قدوتي ومثلي الاعلى، انا بحلم اني اكون بطل وفي يوم من الايام متصور معاه صوره سيلفي. ام بتقول له يبقى خليك فاكر حلمك واوعى تتخلى عنه، وعشان توصل لحلمك لازم تبعد عن البنات زي ما قالك المعلم. في الوقت ده تانية بتتصل بلايجر وبتقول له بكره عيد ميلادي عاوزاك تيجي تخطفني وتاخدني المكان بعيد وبعدين تديلي ورده وتعترف لي بحبك ليا. وطبعا كل الكلام ده امه بتكون سامعاه وهي جنب لايجر. تاخد الموبايل وبتقول لها اسمعي يا شيطانه، انا ربيت ابني بعد ما ابوه توفى واستحملت سنين شغل على عربيه الشاي وكل ده عشان ابني يحقق حلمه، وبوجودك في حياته انت هتضيع سنين تعبنا على الفاضي وهتبعدي ابني عن حلمه. لو بتحبي ابني بجد لازم تسيبي في حاله وتبعدي عنه. والكلام ده بيأثر في تانية وبتقرر انها تشرب وتخمر وتسجر. بيجي عيد ميلاد لايجر وامه بتتكلم معاه وهو نايم بتقول له النهارده عيد ميلاد الشيطانه اياك تروح لها. ولما بتمشي لايجر بيكون صحي اساسا وبيروح لتانية وبيقدر انه يخطفها من عيد ميلادها واخوها وعصابته بيطردوه. ولايجر بيكون على الموتوسيكل ومش خايف ولا همه حاجه وبيهرب من اخوها سانجو. تانية بتروح مع لايجر لمكان وهي فرحانه جدا ان حلمها اتحقق. بتقول له بالمناسبه دي تعال خد لك حته، وقبل ما ياخد الحته اخوها سانجو بيلاقيهم وبيهاجمهم. تانية بتدافع عن لايجر وبتقول له ده بطلي، وسانجو بيقول لها المتلعثم ده يبقى بطلك ازاي؟ تانية بتتعجب بتقول له ازاي يعني متلعثم؟ انا ما اعرفش انه متلعثم. فسانجر بيقول للايجر طيب اتحداك انك تقدر تقول بحبك 10 مرات ورا بعض. تانية بتقول له قول يا لايجر، ولايجر بيحاول يقول لكنه بيفضل يتلعثم. وكمان رجاله سانجو بيضربوه وبيسخروا منه لحد ما بيخلوه يغضب ويطلع الوحش اللي جواه وبينزل ضرب فيهم. سانجو بيقول له هتقول ولا لا؟ بيحاول يقول تاني لكنه مش بيهرب، بيسخروا منه تاني. ولايجر بيمسك النبوت وبيعمل منهم عصير توت. بتدور معركه شرسه جدا من لايجر ورجاله سانجو. لايجر بيطلع فيهم كل غضبه لحد ما بيخلص على كل رجاله. بيلف التاني بيقول لها انا بحبك، بقرار المره التانية بيقول لها انا بحبك، بينما تانية بتكون حزينه لان حبيبها متلعثم فبتاخد اخوها سانجو وبتمشي، بينما لايجر بيبص لها بكل حسره. وبكده يكون الفصل الثاني من الفيلم انتهى بان علاقه لايجر العاطفيه مع تانية اتغيرت واخدت منعطف مختلف، وكمان علاقته بالمعلم بتاعه اتطورت بتوجيه تعليمات جديده ليه. فلو وصلت لحد هنا عزيزي المشاهد اشترك في القناه لو سمحت، خلوني اوصل ل1000 مشترك بليز، وعرفني في التعليقات انك وصلت للفصل الثالث من الفيلم وانا
هظهر اسمك في بدايه الملخص الجديد ان شاء الله. الفصل الجديد هيتمحور حول خوض لايجر للبطوله الوطنيه، بينما تانيا هتبدا طريقها للشهره اللي بدأته بالفعل لما صاحبتها جم صحاها من النوم قالوا لها الفيديو اللي انت نشرتيه وانت سكرانه جاب لك متابعين كتير جدا، ولما بتبص من فوق البيت بتلاقي ناس كتير بيحبوها وجايين لبيتها يحتفلوا بيها. على جانب تاني لايجر بتفضل تعنفه وتزعله، بتقول له انا ضيعت عليك عمري عشان تكون راجل، انا عارفه ان عندك عيب بس لو انتصرت العيب ده هيتحول لميزه والناس هيشوفوا ان التلازم حاجه جميله، النجاح بيخلي القصير طويل والضعيف قوي والاسود ابيض، انا عاوزاك تنجح يا لايجر. الاخير بيروح يزنق تانيا وهي مع اخوها سانجو، بيسالها انت خنتيني ليه يا خاينه؟ فتانيا قالت له انت اللي خنتني وما قلتليش انك متلعثم. قال لها كدابه، اخبرتك لما كنا في الحانه. وبدورها قالت له انا كنت سكرانه مدريانه في اليوم ده ومش في وعي، انا مستحيل اتجوز واحد زيك، تخيل لو اتجوزتك يا لايجر وخلفت ولد شبهك، انا مش هقدر اتعامل مع حاجه زي كده، وبعدين دلوقتي انا بقيت مشهوره خلاص وهسافر اشتغل في هوليوود وهمثل كمان، ابعد عن حياتي يا لايجر. لايجر بيروح حزين وامه بتقول له فوق لنفسك يا لايجر، البطوله خلاص قربت وعاوزك تنتصر. وبيبدا لايجر يستعد للبطوله، بيتمرن اشرس التمارين على ايد المعلم بتاعه، ويوم مرة تاني لحد ما مستواه بيتطور وبيكون احسن واحسن، وبتبدا البطوله بالفعل واللي هيفوز فيها هيصعد للبطوله العالميه ويمثل فيها الهند. لايجر بيخوض المباراه الاولى وبيقدر انه يهزم خصمه، وعلى الجانب الثاني سانجو كمان بينتصر. المباراه الثانيه لايجر بيفضل يجري فيها ورا خصمه وبينتصر عليه بالقضيه ايزي. بيجي ماتش سانجو اللي بيكون قصاد شانكر، وسانجو بيقدر انه يحطم شانكر وبيكسره حرفيا، وكمان بتحصل مشاده بين سانجو ولايجر والحضور بيسلكون من بعض لحد ما بيجي الماتش النهائي اللي بيكون بين لايجر وسانجو، البطل الفقير قصاد البطل الغني. سانجو بيتصل بتانيا بيقول لها وجهي نصيحه للمتلعثم بتاعك، بتقول له زاك يخرس اخويا هيخلص عليك النهارده. واللي ما يعرفوش سانجو واخته انه كده اغضب الوحش لايجر، فبينزل في ضرب وبيحاول انه يهزمه من البدايه، ولكن سانجو بيستخدم اسلوب الاستفزاز وبيخلي اخته تكلمه تسخر منه وهو بيلعبه لحد ما بتحصل بينهم خناقه شوارع بسبب عصبيه لايجر. الحكم بيوجه له الانذار الاصفر، وبتبدا الجوله الثانيه اللي بيكون لايجر متفوق فيها بشكل واضح، بينما تانيا بتتفرج وهي خايفه على اخوها اللي لايجر بيحطمه. بيقدر لايجر بالفعل انه ينتصر على سانجو، وبيروح لتاني بيقول لها بلع ولاك، وبنشوف البطل لايجر وهو رافع الحزام وقدر انه ينتصر في البطوله الوطنيه، وامه فخوره جدا بابنها اللي اخذ البطوله الوطنيه وحقق حلمها هي وابوه. وبكده بينتهي الفصل الثالث من الفيلم، وحياه لايجر بتتحول من الهزيمه والفار للانتصار والعزه. وكالعاده عزيزي المشاهد لو وصلت لحد هنا عرفني في الكومنتات انك وصلت للفصل الرابع واشترك في القناه. بيبدا الفصل الرابع من الفيلم وهو قاعد مع امه قدام عربيه الشاي، وامه فخوره بيه وبتنادي على ابوه في سماء وبتقول له ازيك يا ابو لايجر، ابنك بقى بطل الهند وحقق حلمه. لايجر بيروح يشتري بعدها والبائع بيتعرف عليه، وبيجي جمهور كتير جدا وبيتصور معاه. مش بس كده عزيزي المشاهد، ده في كمان مذيعه قاعده مستنيه بتيجي بتسال لايجر عن الخطوه الجايه، ولايجر بيقول لها انا حلمي احقق البطوله الدوليه. المذيعه بتقول له بس دي مفيش هندي انتصر فيها قبل كده، ده مستحيل. لايجر بيقول لها احنا الهنود ما نعرفش المستحيل، احنا نار مشتعله ونقدر نهزم اي حد. ركز معايا كده عزيزي المشاهد، لايجر بيتلعثم والمره دي مفيش حد بيسخر منه، بل بالعكس لما بقى بطل ووثق في نفسه وبيصر انه يكمل كلامه بكل ثقه. كل الناس بقوا بيفخروا بيه وبتعجبهم طريقته وواخدين البطل المتلعثم قدوه ليهم، واعتقد ان هو ده طبيعي. في الوقت اللي هتوصل فيه لحلمك وتقدر تكون مصدر الهام لكل اللي حواليك، هيتجاهلوا كل عيوبك ومش هيشوفوا غير بطولتك وبس، بل عيبك هيتحول لميزه وهيشوفوا اي حد متلعثم جميل وكيوت. واللي كان فاكر ان الامور هتمشي زي الفل مع لايجر، احب اقول لك ان لايجر لما راح مع المعلم بتاعه لاتحاد الفنون القتاليه المختلطه في الهند، الاتحاد قال لهم للاسف ما عندناش ميزانيه تسمح انكم تسافروا لامريكا تشاركوا في البطوله، ورغم ان المعلم توسل ليهم وحاول يقنعهم الا انهم رفضوا مطالبه نهائيا. بالليل بنشوف المعلم قاعد مع تلاميذه لايجر وبيقول لهم احنا محتاجين 20,000 دولار عشان نعرف نسافر للبطوله، وده شيء مستحيل. في الوقت ده بيظهر الشخص اللي لايجر انقذه في اول الفيلم، كان سكران وقال له انا بدور عليك من زمان ايها البطل، انت فاكر نفسك مش هتروح البطوله خلاص، ولكن انا موجود، انا اساعدك انك تروح للبطوله وبمكالمه مني بس، انا هتصل باخويا رجل الاعمال وهيساعدكم. وبالفعل بيتصل باخوه رجل الاعمال بيقول له انا كلمتك عن الراجل اللي انقذ حياتي، خد كلمه هو. ورجل الاعمال بيكلمه بيقول له انا سيد باندي، مبروك فوزك بالبطوله الوطنيه يا لايجر. علي بيقول له باندي انا عاوزك تسفرهم في الدرجه الاولى، فباندي بيقول له انت بتهني يا علي، انا هبعت لك طيارتي الخاصه تاخدهم من مكانهم لحد هنا في امريكا. بيعرفهم انه هيتكفل بتجهيز كل الاوراق والمصاريف، والمعلم بيفرح جدا وبيحتفل هو والتلاميذ بتوعه. لايجر بيوصل امريكا وبيتكلم مع سيد باندي، الاخير بيشكره لانه اول بطل هندي، وكمان بيعرفوا ان الشركه بتاعته هترعاه في البطوله. بيقول له عندي ليك طلب واحد يا لايجر، وهو انك تنتصر وتفوز بالبطوله. وبالفعل بتبدا البطوله، بتكون المباراه الاولى للايجر قصاد مقاتل شرس جدا ما بيرحمش حد وحطم كل اعدائه. لايجر بيدخل الحلبه وامه واصحابه بيتفرجوا عليه من الهند مع بعض، والمعلم بتاعه خارج الحلبه بيحفزه، وبتبدا المباراه. بدايه لايجر مش بتكون احسن حاجه، والمقاتل الخصم بيقدر يوجه له اكتر من ضربه، والغريب ان لايجر مش مركز خالص. وبعد
بعد حبة وقت بيقدر انه يستعيد تركيزه، ومع توجيهات المعلم بتاعه وطلب منه انه يحافظ على هدوءه بتبدا الجوله الثانيه. بنشوف ان لايجر قدر يسيطر وماسك المقاتل الخصم وهتك دعك، ضربات مزدوجه على معكوسه على شقلبازات بهلوانيه، لحد ما بتجيله فكره انه ينام على الارض ويستفز الخصم بتاعه، وهذا ما حدث وقدر انه يعمل حركه تثبيت. ولكن الجوله بتنتهي وبيقدروا يفصلوهم. بتبدا الجوله الثالثه ولايجر بيفتكر نفسه فاز، لكن المقاتل الخصم بيعمل معاه الكلازونه وبيخليه يفقد وعيه. لايجر بيفضل مغمى عليه وخلاص الحكم هيعدي ويخسروا الماتش، وهنا امه بتنادي تقول له قوم يا لايجر فوق ايها الاحمق. الاحمق بيسمع الكلام اللي اتقال في الهند من امريكا، بيقف عشان يعمل من الخصم شرائح البطاطس المقرمشه، يفتك به وينكل به ويجعله يقول على دنيا السلامه، ويحكم عليه السيطره ويوجه اليه حركه الاخضاع الناريه. بينتهي الماتش بانتصار لايجر بعناء شديد، وامه بتتصل بيه من الهند بتقول له انت بتفقد تركيزك ايها الاحمق، انا عاوزك تتخيل ان اللي قصادك هو اللي خلص على ابوك، عايزك تغضب وتقاتل بكل شراسه وشجاعه. وبيبدا الماتش الثاني قصاد المقاتل الروسي ولايجر بيفوز بكل سهوله. الماتش اللي بعده النصر بيكون ايزي بيزي ليمون سكويزي. الماتش الخامس الخصم تايلاندي ولكن برضه ايزي، لايجر بيظهر شجاعته وقوته الحقيقيه ومحدش هيقدر يقف قدامه خلاص. تفتكر ان المقاتل الافريقي هيعمل حاجه مع لايجر؟ ايزي برضه عزيزي المشاهد، المقاتل السابع صيني ولايجر قاعد مستنيه يخلص شقلباظات وبينتصر عليه بسهوله جدا جدا جدا. وماتش ورا الثاني لايجر مسيطر على البطوله كلها، اتحول لوحش كاسر قادر انه يهزم اي حد ينزل قصاده. وبتمر الايام ولايجر مش راحم حد وبيقصيهم واحد واحد لحد ما بيوصل للماتش النهائي اخيرا. سيد باندي بيعمل احتفال بالمناسبه السعيده دي، بيقول لايجر انت تعرف سانجو وهزمته في البطوله الوطنيه، احب اقول لك ان سانجو ده ابني. لايجر بيتفاجئ فبيقول له لا مش عاوزك تتفاجئ، استنى لما اقدم لك بنتي. وهنا بتيجي تانيا وباندي بيقول له بنتي مشهوره زيك برضه، ممكن توجه لها نصيحه؟ تانيا بتقول له ايوه انصحني، ايه هو سر شهرتك يا لايجر؟ لايجر بيقول لها سر نجاحي شيطانه جات لي لحد بيتي، عملت زي ما امي قالت بالظبط، الاول اتقربت مني فاقت ملاك لحد ما خلتني افقد تركيزي وابعد عن حلمي، وفي عز ما كنت محتاج ليها وقعت في حبها اتخلت عني وقالت لي انا مش هحب واحد متلعثم زيك وسابتني ومشيت، تعرفي لو شفتها دلوقتي هعمل فيها ايه؟ هديها بالبوكس انتزع معدتها. احب اقول لها اني دلوقتي بقيت مشهور اكتر منها، الناس بيحترموني اكتر منها، ها ابلعها يا شيطانه. بالليل تانية بتركب معاه العربيه بتقول له ابويا طلب مني اوصلك، وبتفضل تحكي له انه كل اللي هو فيه ده بفضلها. بتعرفوا انه دلوقتي راكب عربيه ابوها اللي مسخر له كل الامكانيات عشان يفوز بالبطوله. وبتفضل ترغي وتعرفوا ان البنات الطف الكائنات، وان الولاد صراصير البلاعات. المهم يعني بتتكلم حبه كلام بنات زي الفل ملناش دعوه بيه عزيزي المشاهد، لحد ما بينزلوا من العربيه وبتفضل تكلمه برضه، وفجاه بتيجي عصابه بتخطفها. لايجر بيحاول يجري وراهم عشان يلحقهم ولكنه مش بيقدر. بيرجع للسيد باندي والاخير بيتلقى اتصالا هاتفيا بتقول له في التليفون لازم تسلمني الفلوس بتاعتي النهارده في المكان الفلاني والا مش هتشوف بنتك تاني. وسيد باندي بيعرفهم انه اخذ قرض من مافيا وحاليا مفيش معاه فلوس كاش عشان يسدده، وهو محتار مش عارف يتصرف ازاي، وعشان كده لايجر حاول يتصرف واخذ شنطه فاضيه وشد على مكان التسليم. هناك اتفاجئ بوجود بنات كتير وشكلهم كده بنات مقاتلات ورياضيين وهيتعبوه. البنات سالوه عن الفلوس قال لهم اشوف تانية الاول. بتيجي واحده تانية تاخد الشنطه بيحاول يمنعها فبتضربه، بيكتفوه بيلاقوا انه شنطه فاضيه وبتبدا معركه مدعكه بين لايجر والبنات. في البدايه بيكون مش عاوز يمد ايده على نسوين ولكنهم بعد بيضربوه بيقول لهم حس كده بقى ما بدهاش انا هبدا امد ايدي. لسوء حظه بتيجي عربيه تانية بتنزل بنات كتير وبتكتروا عليه. لايجر بيحاول يتصدى ليهم باي طريقه، بيقول لهم انتوا المفروض تتصرفوا زي البنات كده ما حدش هيرضى يتجوزكم. والبنات بينزلوا في ضرب بيقدروا انهم يتغلبوا عليه، وده طبعا لان الكسره تغلب الشجاعه مش لانهم فتيات ولا حاجه. بيسيبوه متعلق زي ما انتم شايفين قدامكم كده اعزائي المشاهدين. ولو سمحت عزيزي المشاهد دوس لايك واشترك في القناه بليز. امه بتجيله امريكا وبتشوفه في المستشفى، وفي قصر السيد باندي بيقول له انت خليت الامور اصعب باللي عملته يا لايجر، ما كانش المفروض اجيب بنتي امريكا، انت المسؤول عن اللي حصل. ولما لايجر بيستغرب باندي بيقول له انا كنت عارف ان بنتي بتحبك، بنتي حبتك وبعدت عنك لانها بتحبك، بعدت عنك لما امك طلبت منها تبعد عشان تعرف تحقق حلمك، عشان كده قررت انها تستفزك وتحتقرك عشان تخلي جواك طاقه غضب تساعدك تنتصر. بنتي كانت متابعه البطوله وحريصه على استفزازك حتى قدام اخوها عشان تفوز بالبطوله الوطنيه، ولما الاتحاد رفض انه يساعدك جت لي هنا وقررت تتكلم معايا واقنعتني اساعدك تشارك في البطوله. لايجر سمع كلامه من هنا وقام مشى. سالوه رايح فين ما ردش عليهم، وامه قالت لهم لايجر ابني طالما نتحرك من هنا يبقى مستحيل يرجع من غير بنتك. لايجر بطريقه ذكيه قدر انه يوصل لواحده من البنات اللي كانوا بيقتلوه، عمل لها فينش تثبيت وخلاها تعرف العنوان، وبعد ما عرف شد على مكان المزرعه اللي محتجزين فيها تانية. بتيجي عربيه وبتنزل منها تاني الاول، واحد بيحاول يمنعه فبيقول له انا مقاتل خلي بالك، والمفاجاه ان بينزل من العربيه مايك تايسون بيقول له لو انت مقاتل فانا ابقى ايه يا حبيبي. لايجر بينبهر بيقول له انت مايك تايسون، انا من صغري واخدك قدوه، متابع كل لقاءاتك ومقابلاتك وافلامك، عارف انت بتاكل ايه وبتشرب ايه، بتحب عصير القصب وبتاكل البطاطس المقرمشه وبتستمتع بالايس كريم كانك طفل صغير. بجد يا لها من صدمه. تايسون بيسال تانية هو
بيقول ايه، فبتقول له بيقول انه بيحبك. تايسون بيفرح بيقول له طالما انت عاوزها يبقى هات فلوسي خدها. لايجر بيقول له انا معيش فلوس ومش هينفع امشي من غيرها، ولو ما سبتهاش تروح معايا انا هضطر اخلص عليك. تانية بتترجم بتقول له بيقول انك لو ما سبتنيش هيهزمك ويقطع لك رقبتك ويصنع منك الحرنبيطه. تايسون بيقول له انت فاكر نفسك مقاتل احسن مني؟ انت ما تعرفش انا مين يلا، وبيخلي كل الحضور يصوروا القتال بينهم لايف على النت. طبعا تايسون بيديله بوكس يخليه صابونه لوكس افلاكاتا. في استاد البطوله بيظهر البث المباشر الخاص بقتال تايسون ولايجر. تايسون بيقدر انه ينكل بلايجر بكل سهوله في البدايه، والبث بقى بيتعرض في جميع انحاء العالم، وبطريقه ما لايجر بيقدر انه يرد ضربات لتايسون لحد ما بينتصر وبياخد حبيبته في حضنه. وفي الختام تايسون بيفرح جدا وبيقول له انت عجبتني يا ولد، وبيطلب منه انه يتصور مع سيلفي. كده حلم لايجر بيكون اتحقق اخيرا، بيحقق البطوله الوطنيه وبيتصور سيلفي مع مثله الاعلى وقدوته مايك تايسون. وبالنسبه للبطوله الدوليه فتشوف لها كلبه بقى عزيزي المشاهد. يا سلام.